بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيختنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين وبأسانيد والدتنا حفظها الله تعالى إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، وقال: يرحمكم من في السماء. وبأسانيد والدتنا حفظها الله تعالى إلى كتاب الزهد الكبير للإمام البيهقي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: فصل في ترك الدنيا ومخالفة النفس والهوى. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى بن سعيد وأخبرنا أبو زكريا قال: أخبرنا أبو عبد الله قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء ابن عبد الوهاب الفراء قال: أخبرنا جعفر بن عون قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص رضي الله رحمه الله أنه قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. أخرجه في الصحيح. وبه إليه قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز ببغداد قال: حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق إملاء قال: حدثنا عبد الله بن روح المدائني قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا شعبة عن أبي سلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا خضرة حلوة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا فتنة الدنيا واتقوا فتنة النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أخرجه مسلم في الصحيح عن غندار عن شعبة. وبه إليه قال: أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري قال: حدثنا أبو بكر بن محموية العسكري قال: حدثنا جعفر بن محمد قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه قال: لما نزلت هذه الآية: ألهاكم التكاثر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. أخرجه مسلم في الصحيح. وبه إليه قال: أخبرنا أبو محمد بن جناح القاضي بالكوفة جناح أبو محمد بن جناح القاضي بالكوفة قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن بن أحمد بن عبيد الأسدي بهمذان، مكتوبون بمهذان ولعل بهمذان، قال: وجدت في كتاب جدي وحدثنا محمد بن أيوب قال: حدثنا عبد الله بن الجراح قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو العنقذي أو العنقزي قال: عن سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر قال في سين وجيم بدله العقدي، وهو الصواب عبد الملك بن عمرو العقدي معروف أبو عامر. قال: عن سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعون ما فيها إلا ما كان منها لله عز وجل. وبه إليه قال: أخبرنا أبو محمد بن عبد الله الحافظ قال: سمعت بكر بن محمد الصيرفي يقول: سمعت أبا الموجه يقول: سمعت محمد بن زنبور يقول: سمعت الفضيل بن عياض يقول: جعل الشر كله في بيت، وجعل مفتاحه حب الدنيا، وجعل الخير كله في بيت، وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا. قال: أو الزهد في الدنيا. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد ببغداد قال: حدثنا أبو العباس الأنصاري قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال: حدثنا أبو سليمان الداراني قال: إذا أحب العبد الدنيا فآثرها يقول الله عز وجل: لأنسينه معرفتي حتى يلقاني وهو لا يعرفني. وبه إليه قال: أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا أبو عمرو بن السماك قال: حدثنا الحسن بن عمرو قال: سمعت بشر بن الحارث يقول: لا يجد من يحب الدنيا حلاوة العبادة. قال: وقال عيسى بن مريم عليه السلام:
رأس كل خطيئة حب الدنيا. وبه إليه قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا الحسين بن صفوان قال حدثنا عبد الله بن محمد القرشي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو داود الحبري عن سفيان بن سعيد أنه قال كان عيسى عليه السلام يقول حب الدنيا أصل كل خطيئة والمال فيه داء كثير. قالوا وما داء؟ قال لا يسلم من الفخر والخيلاء. قالوا فإن سلم قال يشغله إصلاحه عن ذكر الله عز وجل. وبه إليه قال أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي قال حدثنا أبو عثمان سعيد بن نصير قال حدثنا سيار عن جعفر أنه قال سمعت مالك بن دينار يقول بقدر ما تحزن للدنيا كذلك يخرج هم الآخرة من قلبك، وبقدر ما تحزن للآخرة كذلك يخرج هم الدنيا من قلبك. وبه إليه قال سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت أبا أحمد الحافظ يقول سمعت سعيد بن عبد العزيز الحلبي يقول قال سمعت أحمد ابن أبي الحواري يقول من نظر إلى الدنيا نظر لإرادة وحب لها أخرج الله نور اليقين والزهد من قلبه. وبه إليه قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المهرجاني قال حدثنا محمد بن أحمد بن يوسف قال حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر قال سمعت مالك بن دينار يقول إن البدن إذا سقم لم ينجع فيه طعام ولا شراب ولا نوم ولا راحة، كذلك القلب إذا علق حب الدنيا لم تنجع فيه المواعظ. وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد بن أبي حامد المقري والنوم قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الخضر بن أبان قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر قال سمعت مالكا يقول قال بعض أهل العلم نظرت في أصل كل إثم فلم أجده من كثرة امتحاني له إلا حب المال، فمن ألقي عنه حب المال فقد استرى. وبه إليه قال حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي قال أخبرنا عبد الله بن محمد الرازي قال أخبرنا أبو إسحاق الماطي قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال سمعت أبا سليمان يقول إذا سكنت الدنيا في القلب ترحلت عنه الآخرة. وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سالم المهراني وأنهما قال حدثنا أبو العباس والأنصم قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا محمد بن الفضيل قال سمعت فضيل بن عياض يقول حزن الدنيا للدنيا يذهب بهم الآخرة، وفرح الدنيا للدنيا يذهب بحلاوة العبادة. وأخبرنا أبو القاسم الحرفي قال حدثنا علي بن محمد بن الزبير الكوفي قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني سهيل بن عبد الله القطعي قال كذا قال سمعت مالك بن الدينار يقول حزنك على الدنيا يخرج حزن الآخرة من قلبك، وفرحك بالدنيا يخرج حلاوة الآخرة من قلبك. وبه إليه قال أخبرنا أبو الحسن بن الفضل قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال سمعت أبا حازم يقول يسير الدنيا يشغل عن كثير من الآخرة. وقال إنك لتجد الرجل يهتم بهم غيره حتى إنه أشد هما من صاحب الهم بهم نفسه. وقال ما أحببت أن يكون معك في الآخرة فقدمه اليوم، وما كرهت أن يكون معك في الآخرة فاتركه اليوم. وقال كل عمل تكره الموت من أجله فاتركه ثم لا يضرك متى مت. وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا هلال بن محمد العجي بالكوفة قال حدثنا الخضر بن أبان الهاشمي قال حدثنا سيار بن حاتم قال حدثنا هلال بن حق قال حدثنا سعيد الجريري والحسن بن ذكوان عن الحسن عن أنس رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من أحد يمشي على الماء إلا ابتلت قدماه؟ قالوا لا يا رسول الله قال كذلك صاحب الدنيا لا يسلم من الذنوب. وأخبرنا أبو القاسم الحرفي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد الكوفي قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني جعفر بن سليمان قال سمعت مالك بن دينار يقول قلب ليس فيه حزن كبيت خريب ليس فيه شيء يريد حزن الآخرة.
وبه إليه قال أخبرنا الحسين بن بشران قال أخبرنا إسحاق الكادي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا هاشم قال حدثنا أبو سعيد المؤذن عن القاسم يعني ابن فائد أنه قال الحسن لو لم تكن لنا ذنوب نخاف على أنفسنا منها إلا حبنا للدنيا لخشينا على أنفسنا. إن الله عز وجل يقول تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة أريد على ما أراد الله. وبه إليه قال وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى أنه ما قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قبل أخبرنا شيخ محمد، نعم. أريد ما أراد الله ولا على ما أراد، ولا على ما أراد الله عندك؟ عندي شيخ أريد على ما أراد الله. إيه، هي عندي أريد ما أراد الله. أحسن الله إليكم شيخنا. وإياكم حفظكم الله. قال رحمه الله تعالى وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى أنه ما قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال أخبرنا العباس بن الوليد قال أخبرني أبي قال سمعت أبا بشر الضحاك بن عبد الرحمن بن أبي حوشب النصري قال سمعت بلال بن سعد يقول في موعظته عباد الرحمن لو سلمتم من الخطايا فلم تعملوا فيما بينكم وبين الله خطيئة ولم تتركوا لله طاعة إلا أجهدتم أنفسكم في أدائها إلا حبكم الدنيا لوسعكم ذلك شرا إلا أن يتجاوز الله عز وجل ويعفو. وبه إليه قال أخبرنا عبد الله بن يوسف الأصفهاني قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا الحسن بن عبد الرحمن قال كان ابن السماك يقول من أذاقته الدنيا حلاوتها بميله إليها جرعته الآخرة مرارتها بمجانبته عنها. وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا جعفر بن محمد الخواص قال حدثني إبراهيم بن نصر المنصوري قال حدثني إبراهيم بن بشار الصوفي قال وقف رجل صوفي على إبراهيم بن أدهم فقال يا أبا إسحاق لما حجبت القلوب عن الله؟ قال لأنها أحبت ما أبغض الله أحبت الدنيا ومالت إلى دار الغرور واللهو واللعب وترك العمل لدار فيها حياة الأبد في نعيم لا يزول ولا ينفد خالد مخلد في ملك سرمد لا نفاد له ولا انقطاع. وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الله قال أخبرنا جعفر قال حدثني إبراهيم بن نصر قال حدثني إبراهيم بن بشار أنه قال سمعت إبراهيم بن آدم يقول ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغضه حبيبك ذم مولانا الدنيا فمدحناها وأبغضها فأحببناها وزهد فيها فآثرنا ورغبنا في طلبها ووعدكم خراب الدنيا فحصنتموها ونهاكم عن طلبها فطلبتموها وأنذركم الكنوز فكنزتموها دعتكم إلى هذه الغرارة دواعيها فأجبتم مسرعين مناديا خدعتكم بغرورها ومنتكم فأقررتم خاضعين لأمانيها تتمرغون في زاراتها وتتنعمون في لذاتها وتتقلبون في شهواتها وتلوثون بتبعاتها تنبشون بمخالب الحفظ عن خزائنها وتحفرون بمعاول الطمع في معادنها وتبنون بالغفلة في أماكنها وتحصلون بالجهل في مساكنها. قال وبهذا الإسناد قال سمعت إبراهيم بن آدم يقول قد رضينا من أعمالنا بالمعاني ومن طلب التوبة بالتواني ومن العيش الباقي بالعيش الفاني. وبهذا الإسناد قال سمعت إبراهيم بن آدم يقول ما بالنا نشكو فقرنا إلى مثلنا ولا نطلب كشفه من ربنا ثكلته أمه إلا عبدا أحب عبدا لدنيا ونسي ما في خزائن مولاه. وبه إليه قال حدثنا القاضي الإمام أبو عمر محمد بن الحسين قال حدثنا سهل بن عبد الله التستري قال حدثنا أبو مسعود عبد الرحمن بن الحسين الصابوني قال حدثنا زياد بن يحيى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي يقول سمعت بلال بن سعد يقول والله لكفى به ذنبا أن الله يزهدنا في الدنيا ونحن نرغب فيها فزاهدكم راغب وعابدكم مقصر وعالمكم جاهل. وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني جعفر بن محمد قال حدثني أبو العباس بن مسروق قال سمعت سريا يقول قال عيسى بن مريم عليه السلام
الدنيا مزرعة إبليس وأنتم عمارها. وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثني أبو بكر بالويه قال حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني أبو راشد التنوخي عن يزيد بن ميسرة قال كان أشياخنا يسمون الدنيا خنزيرة، ولو وجدوا لها اسما شرا منها لسموا به، وكانوا إذا أقبلت إلى أحدهم دنيا قالوا إليك عنا يا خنزيرة، لا حاجة لنا فيك إنا نعرف إلهنا. وبه إليه قال أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو محمد أحمد بن إسحاق البغدادي الهروي قال أخبرنا معاذ بن نجدة قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز قال لقمان لابنه يا بني إن الدنيا بحر عميق لك فيه عالم وخلق كثير، فاجعل سفينتك فيه الإيمان بالله، واجعل حشوها تقوى الله وطاعته، واجعل شراع الذي به تجري توكلا على الله لعلك تنجو أو قال لعلك لا تنجو. وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثني جعفر بن محمد بن نصير قال حدثنا ابن مسروق قال حدثنا هارون بن سوار المقري قال الفضيل بن عياض لأبي تراب يا أبا تراب الدخول في الدنيا هين ولكن التخلص منها شديد. وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني جعفر قال سمعت الجنيد يقول سمعت بعض المؤمنين يقول يعني سريا ما بدت لي من الدنيا زارة إلا جددت لي في الدنيا عزوفا. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا دعلج بن أحمد السيجيزي قال حدثنا محمد بن علي بن شعيب قال حدثنا أبو إبراهيم الترجماني قال سمعت بشر بن الحارث يقول لو لم أبغض الدنيا إلا أن الله عز وجل يعصى فيها كان ينبغي أن نبغضها. وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين قال أخبرنا أبو جعفر الرازي قال حدثنا العباس بن حمزة قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال سمعت أبا سليمان يقول من صارع الدنيا صرعته. وبإسناده قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال من عرف الدنيا زهد فيها ومن عرف الآخرة رغب فيها ومن رغب الله آثر رضاه. وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا بكر محمد بن داود بن سليمان. ومن شيخ أحمد محمد نعم شيخ أحمد. ومن رغب ولا ومن عرف؟ عندنا من عرف الدنيا زهد فيها ومن عرف الآخرة رغب فيها ومن رغب الله آثر رضاه. أي ومن أراد الله أنا عندي. عندكم ومن أراد الله. أحسن الله إليكم. وإياكم حفظكم الله. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا بكر محمد بن داود بن سليمان الزاهد يقول حدثني أحمد بن عمرو بن عمر بن نصير قال حدثني محمد بن إبراهيم قال رجل لأبي سالم الحارثي الصوفي أوصني، فقال نم عن الدنيا وزارتها تستيقظ بروح الآخرة أو بروح الآخرة ونعيمها. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني جعفر بن محمد قال سمعت إبراهيم بن أحمد الخواص يقول في أضعاف كلام ومن لم تبكي الدنيا عليه لم تضحك الآخرة إليه، والإنسان في خلقه أحسن منه من جديد غيره. قال والإنسان في خلقه أحسن منه من جديد غيره، والهالك حقا من ضل في آخر سبره وقد قارب المنزل. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن الحسين قال سمعت أبا بكر الرازي يقول قال الكتاني كن في الدنيا ببدنك وفي الآخرة بقلبك. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا أبو سعيد بن زياد قال حدثنا الغلابي قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان قال جرير بن يزيد قلت لمحمد بن علي بن حسين عظني، قال يا جرير اجعل الدنيا مالا أصبته في منامك ثم انتبهت وليس معك منه شيء. وبه قال وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا سعيد المؤذن يقول سمعت أبا العباس السراج يقول سمعت أبا إسحاق القرشي يقول كتب إلي أخي من مكة يا أخي إن كنت تصدقت بما مضى من عمرك على الدنيا وهو الأكثر
فتصدق بما بقي من عمرك على الآخرة وهو الأقل. وبه إليه قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو عمرو بن السماك قال حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال لي أبو الفضل العباس بن هشام قال ابن عاصم المتطبب سمعت بشر بن الحارث يتمثل بهذين البيتين وهما بيتين لمحمود الوراق: مكرم الدنيا مهان مستذل في القيامة، والذي هانت عليه فله ثم كرامة. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس ولا صم قال حدثنا الخطر بن أبان قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر قال حدثنا هشام قال سمعت الحسن يحلف بالله عز وجل: ما أعز الدرهم أحد إلا أدله الله عز وجل. وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا جعفر بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثني إبراهيم بن بشار قال سمعت المضيل يقول: بلغني أن رجلا كتب إلى داود الطائي أن عظني بموعظة. قال فكتب إليه: أما بعد فاجعل الدنيا كيوم صمته عن شهوتك، واجعل فطرك الموت فكأنقدي والسلام. قال فكتب إليه: زدني. فكتب إليه: أما بعد فلا يراك الله عندما نهاك عنه ولا يفقدك عندما أمرك به. قال فكتب إليه: زدني. فكتب إليه: أما بعد فرض من الدنيا باليسير مع سلامة دينك، كما رضي أقوام بالكثير مع ذهاب دينهم والسلام. وبه إليه قال أخبرنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا الدقيقي قال حدثنا أبو منصور الحارث بن منصور قال حدثنا سفيان الثوري قال سمعته يقول: فضول الدنيا رجس عند الله يوم القيامة. قال أبو منصور فأخبرني سعدان بن حميس أن رجلا سأله فقال: يا أبا عبد الله ما فضول الدنيا؟ قال: أن يكون عندك فضل رداء وأخوك عار، ويكون عندك فضل حذاء وأخوك حافل. وبه إليه قال سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت محمد بن الحسن البغدادي يقول: أخبرنا أحمد بن محمد بن صالح قال حدثنا عبدون قال حدثنا عبدوس بن القاسم قال سمعت السري يقول: كل الدنيا فضول إلا 5 خصال: خبز يشبعه، وماء يرويه، وثوب يستره، وبيت يكنه، وعلم يستعمله. وبه إليه قال أخبرنا أبو محمد بن يوسف قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا عبد الملك الميموني وعباس الدوري أنهما قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني أنه قال: قيل لعيسى بن مريم عليه السلام: لو اتخذت حمارا تركبه لحاجتك، قال: أنا أكرم على الله عز وجل من أن يجعل لي شيئا يشغلني عنه. وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عمرو بن السماك قال حدثنا الحسن بن عمرو قال سمعت بشن يقول: قد جمع أهل العلم أن الخفة في القيامة خير. قال وسمعت قد أجمع. قد أجمع أهل العلم. عندكم شيء؟ أي نعم، هكذا عندي، قد أجمع أهل العلم. قال قد أجمع أهل العلم أن الخفة في القيامة خير. قال وسمعت بشر بن الحارث يقول: قال مالك بن دينار قال: أدعو وأمنوا على دعائي، اللهم لا تدخل بيت مالك من الدنيا قليلا ولا كثيرا، قولوا آمين. وبه إليه قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو عمرو بن السماك قال حدثنا محمد بن علي بن بحر البزاز قال حدثنا محمد بن إبراهيم عن أبي أنه قال: سمعت بشر بن الحارث يدعو قال: اللهم لا تجعلني في هذه الدار ولا ترزقني فيها دارا ولا أهلا ولا ولدا ولا مالا حتى تميتني على ذلك. قال بشر قال ابن داود قال سفيان: ما أنفقت في بناء درهما قط. وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي حكاية عن الشبلي أنه قيل له: ما الدنيا؟ فقال: قدر تغلي وكنيف يملى. وبه إليه قال أخبرنا سعيد بن محمد الشعيبي قال سمعت أبا الحسن الفرغاني الصوفي يقول: سمعت الشبلي يقول: الدنيا خيال وطلبها وبال، وتركها جمال، والإعراض عنها كمال، والمعرفة بالله اتصال. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عمرو بن السماك قال حدثنا الحسن بن عمرو السبيعي
قال سمعت بشر بن الحارث يقول قال الفضيل بن عياض إن أردت أن تستريح فلا تبال من أكل الدنيا أو فلا تبال من أكل الدنيا. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن الحسين قال سمعت أبا بكر الرازي يقول سمعت أبا عبد الله الحصري يقول أو الحصري يقول سمعت محمد بن يعقوب بن الفرجي يقول أشرفت على راهب في صومعة فقلت له ما الزهد في الدنيا فقال ترك ما فيها على من فيها. وبه إليه قال أخبرنا أبو طاهر بن سلمة الهمداني بها قال سمعت الشريف أبا الحسن محمد بن علي الواعظ يقول سألت أبا عبد الله بن شيرك على غفلة ما الفتوة قال لا تبالي من أخذ الدنيا. قال سمعت بياض قال يقول سمعت عبد الله بن محمد بن منازل يقول قلت لأبي صالح حمدون الشيخ عبد الرحمن محمد، نعم حفظكم الله، عندي البياض مكتوب فيه أبا عبد الرحمن السلمي. أحسن الله. سمعت أبا عبد الرحمن السلمي، بارك الله فيك. أي نعم، هو أيضا هنا قال بياض في الأصل ولكن أورده السلمي في طبقات الصوفية وفيه قال سمعت محمد بن أحمد الفراء. نعم نعم بارك الله. أحسن. قال يقول سمعت عبد الله بن محمد بن منازل يقول قلت لأبي صالح حمدون أوصني قال إن استطعت أن لا تغضب لشيء من الدنيا فافعل. قال وسمعت أبا عبد الرحمن يقول سمعت عبد الواحد بن أحمد يقول حدثني محمد بن الحسن بن الصباح قال سمعت محمد بن عبد الملك بن هاشم قال رجل لذلون الدنيا لمن؟ قال لمن تركها فقال الآخرة لمن؟ قال لمن طلبها. وبه إليه قال أخبرنا أبو سعد الشعيبي قال سمعت أبا الحسن علي بن الليث الصوفي الفرغاني يقول سألت الشبلي فقلت له ما علامة القاصد؟ قال ألا يكون للدرهم راصد. وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين قال سمعت عبد الله بن علي يقول سمعت أو الدقي يقول قال أبو الحسن بن الصايغ ينبغي أن يترك المريد الدنيا مرتين، يتركها مرة بنضارتها ونعمتها وألوان مطاعمها ومشاربها وجميع ما فيها، ثم إذا عرف بترك الدنيا ثم إذا عرف بترك الدنيا ويبجل ويكرم فيها فينبغي أن يستتر إذ ذاك حاله بالإقبال على أهلها، لئلا يكون تركه للدنيا ذنبا هو أعظم من الإقبال على الدنيا وطلبها أو فتنة أعظم منها. وبه إليه قال حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي قال حدثنا أبو بكر الريونجي قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الصدقة قال حدثنا عثمان يعني ابن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر ذات يوم ثم هبط إلى البقيع وتبعه أهل المسجد وهو يمشي بين أيديهم ثم هبط إلى البقيع وفي يده جريدة من نخل فجعل يقول للناس مروا حتى كانوا كلهم بين يديه فقال لرجل كنا خلفك فقدمتنا بين يديك فمما ذلك؟ قال إني سمعت صوتا يعانيكم فأشفقت أن يقع في نفسي شيء من الكبر. وبه إليه قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى السكري قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا عباس الترقفي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا معاذ بن رفاعة عن علي بن يزيد أنه قال سمعت القاسم بن عبد الرحمن يحدث عن أبي أمامة أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر نحو بقيع الغرقد فما زال الناس يمشون خلفه فلما سمع صوت النعال وقر ذلك في نفسه فجلس حتى قدمهم أمامه لئلا يقع في نفسه شيء من الكبر. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين. أحسن الله إليك شيختنا وغفر الله لنا ولك وجزاك الله خيرا. الله يجزيكم بالخير. من شيختنا تجيزين الإخوة خاصة وعامة بجميع المرويات وكذلك الأهل والأزواج والذرية والطلاب. أيوة قد خاصة
جميعا كذلك الأزواج والطلاب والأولاد إن شاء الله. الله طيب. يتكتل. بس في شيختنا بس 4 أسطر فاتت الإخوة. قال: فصل في ترك الدنيا ومخالفة النفس والهوى. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا يحيى بن سعيد وأخبرنا أبو زكريا قال: أنبأنا أبو عبد الله قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء قال: أنبأنا جعفر بن عون قال: حدثنا يحيى بن سعيد. جزاك الله خيرا شيختنا وأحسن الله إليك. الله يتقبل مننا ومنكم. آمين وإياك. الله يصلح أولادكم إن شاء الله. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله.